واللي شفته هناك شلل. شيماء كانت واقفة قدام حلة كبيرة على البوتاجاز باين عليها بتطبخ أكل كتير، وفجأة وطت. وللأسف اللي شفته كان أسوأ من أي كابوس. شفتها بتتبول في الحلة، وبعدها بكل هدوء فرغت اللي عملته ده في الأكل. رجعت لورا خطوات، روحي كانت بتتسحب مني، لساني اتعقد ودماغي وقفت عن التفكير. جريت على طول من غير ما أحسسها بوجودي. وصلت بيتي وأنا مش مصدقة اللي حصل. جسمي كله كان بيتنفض، عيني مش قادرة تستوعب اللي شافته. حماية مريض عنده السكر والضغط، ودي بتاكلهم القرف ده. القهر أكل قلبي. الصدمة كانت أكبر لما فكرت إن سيد جوزي متعود ياكل من أكلهم، وحماتي اللي كانت دايما تقول دوقي يا نورهان أكل شيماء حلو. يعني إحنا كلنا من غير ما نعرف شبعنا من قرفها. من اليوم ده حياتي اتقلبت. هل الموضوع مجرد قذارة ولا في حاجة أكبر بكتير؟ استنوا الجزء الجاي، الرعب الحقيقي لسه بيبدأ.